السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها عن أساسيات إدارة المطاعم. زمان كانوا يقولوا لنا كده المطعم هو مدير مطعم، فالنهارده هنتكلم على مدير مطعم إيمانا منا بدوره المهم جدا في المكان. يعني ببساطة كده في حد عالم ياباني كان اسمه إيتشيكاوا. قال إنه الإدارة أو إدارة المطعم أو مدير المطعم لازم يكون عنده 4 حاجات أساسية مهمة. هما ال4 حاجات دول، قال ال4M، سماها كده زي سمكة كده، عمل سمكة كده ليها زعانف، 4 زعانف طالعين منها كده، وقسمها وقال دي تقسيمة ال4M. اللي أول حاجة اللي هي إيه؟ أول حاجة سماها المان باور، M اختصار لمان باور، اللي هي القوة البشرية اللي هتشتغل بيها، الاستاف اللي هيشتغلوا معاك، اللي هو المديرين بقى، المساعدين المديرين، الاستاف الجونيور السينيور، أيا كان بقى هما مين، فريق العمل يعني. تاني حاجة قال لك الماتيريالز، اللي هي الخامات ماتيريالز بقى، مواد خام، دراي جوز، بقالة، لحوم، دواجن، فراخ، ايا كان بقى، سمك، اي حاجه، وبما فيها كمان مواد النظافه والتغليف والتعبئه والحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها يعني. تالت حاجه قال لك ماشينز، اختصار لكلمه ماشينز، اللي هي الالات والمعدات. الماشينز اللي هي اللي بتشتغل بيها، المعدات اللي هتشتغل بيها الماشينز. رابع حاجه قال لك الميثود اللي هي طريقه اداره المكان. ده اللي هيحدد نجاح المدير في المكان ده. ال4 حاجات دول لازم يكونوا متوفرين ويجيد العمل بهم. طيب اول حاجه اللي هنتكلم عليها اللي هو المان باور. قال لك يعني المان باور، قال لك المدير ده لو ليه اختيار في المان باور بتوعه او الفريق بتاعه، لازم يكون فاهم احتياجاته بالظبط. المطعم ده محتاج ايه، السلسله دي قائمه على ايه، هل تشتغل بايدك، هل محتاجه مهارات معينه، هل لا هيجي وهندربه هيتعلم وهيبقى كذا، الراجل ده يتوافق مع الفريق اللي شغال معايا ولا لا. لو انا بايدي ان انا اختار الناس اللي انا بيشتغلوا معايا، هل اختار مين وما اختارش مين، ده المهم. امتى ادرب الناس، امتى اعلم الناس، التدريب وشيء مهم جدا. التدريب هنعمل له فيديو منفصل ان شاء الله لوحده يعني، موضوع التدريب ده، لانه كمان في ناس بيتدرب الناس يقول لك يعني انا هدرب الموظف في الاول بقى كده خلاص بقى هو هيتعلم كل حاجه. لا، انت دايما في جديد، دايما في تدريب. موضوع تقييم الناس كمان، هل هو بيقيم الناس دول، بيقيمهم كل قد ايه، طب بيحدد زياداتهم بناء على ايه. وقلنا مره زمان على موضوع الانسنت لوج، انك انت بتعمل لكل موظف فايل بتذكر فيه الحاجات الكويسه اللي عملها والحاجات اللي مش كويسه لا قدر الله ايه اللي عملها، بحيث لما تيجي تحاسبه او تقيمه او تعمله الابريزل بتاعه كل 6 شهور او كل سنه، يبقى انت عندك يعني محددات معينه ومرجعيه تقدر ترجع عليها. طيب ده مان باور. تاني حاجه الماشينز، قلنا سوري المان باور، قلنا المان باور، وقلنا الماتيريالز. تاني حاجه الماتيريالز اللي هي المواد الخام. طيب المواد الخام ده عشان اقدر احددها نعمل ايه؟ قال لك اختار المواد الخام، امثل مواد خام، افضل مواد خام، عشان تدي كواليتي كويسه. لو انت ليك اراده في الشراء طبعا ده حاجه مهمه قوي، بمساعده حد من المشتريات او الماليات او كده، يكون معاك محاسب، اختار الحاجات الكويسه. تاني حاجه انك انت تخزنها بشكل كويس ومظبوط عشان تحافظ عليها. تالت حاجه تقلل الهدر في المواد الخام دي. هتقلل الهدر ازاي؟ لما انت تكون شغال على الستاندر بتاعك بشكل مظبوط. ساندوتش بياخد كذا جرام، او الوجبه بيطلع فيها كام قطعه، بيطلع فيها كام كذا، بيطلع فيها كذا، يبقى انت ماشي على الستاندر بتاعك ما يحصلش فيه هدر، يبقى انت كده بتحافظ على المواد الخام بتاعتك. ورابع حاجه بقى والاهم، انك انت تبقى عندك الميجر كويس، المعيار، انك انت استهلاك موادك الخام دي وتخزينها كمان. وقلنا موضوع التخزين ده لازم ترجع لحاجه اسمها البار ليفل او الحد الادنى من المخزون. يعني عندك الصنف اكس ما يقلش منه عن 30 كيلو. طيب انا 30 كيلو عندي منهم 10 كيلو، يبقى انا هطلب 20 كيلو زائد ايه؟ زائد استهلاكي. استهلاكي ده قد ايه؟ الاستهلاك العادي بنزود عليه معدل نمو من 10 ل 15% زي ما قلنا قبل كده. ده الطبيعي، ده مش كلام انا، ده كلام الستاندر يعني. طيب بنستبعد منه طبعا الاجازات والحاجات الرسميه اللي احنا عارفينها زي ما انتم فاهمين يعني. يبقى انا هطلب امكانياتي، اطلب طلبياتي صح عشان كده احافظ على المواد الخام، هطلب الحاجه صح، احافظ على المخزون، احافظ على الاستهلاك، احافظ على الدوره الغذائيه او الفود سايكل بتاعتها. يبقى كده هقدر احافظ على موضوع الخامات. يبقى اتكلمنا على المان باور والماتيريالز. ثالث حاجه ماشينز. الماشينز اللي هي ايه؟ الالات والمعدات، ايا كانت بقى، كل الماشينز اللي تخطر على بالك، ماشينز في المطبخ، ماشينز في الصاله، في البار، باريستا، الموتوسيكلات بتاعتك، كل ده ماشينز. طب الماشينز دي عشان انا اقدر احدد الاستغلال الامثل ليه او الافضل حاجه لها ايه؟ قال لك اول حاجه لما تيجي تشتري ماشينز، لو انت بايدك قرار الشراء يعني، اشتري حاجات تكون لها صيانه متوفره، حد يقدر يصلحها. في معدات كتير جدا على فكره ما تلاقيش حد يصلحها في السوق، ما فيش حد يعمل المعده دي. تاني حاجه يكون متوفر لها قطع غيار.
تالت حاجة لازم تعمل حاجة بيسموها preventive maintenance اللي هو الصيانة الوقائية. يعني ما تسيبش الحاجة لحد ما تخرب سوري يعني وبعد كده اجي اصلحها. انا عندي تلاجة فيها مشكلة صغيرة، ابدأ ادور عليها، اتصل بالصيانة يعمل لي الحاجة مظبوطة، اتظبطت خلاص، مش هتكبر المشكلة. هتسيب مشكلة على مشكلة على مشكلة. عندك 4 تكييفات منهم واحد باظ ما بلغتش، خلاص عطلت. تاني اجي بقى على 3 تكييف او 4 تكييف واقول يا خبر ده انا عندي التكييفات كلها كده تبقى مش شغاله. طب انت كنت من الاول تاخد بالك انك انت تكييف بتكييف. طيب موضوع البريفنتيف مينتنانس ده بنعمل فيه ايه؟ صيانه وقائيه. انا قبل موجه الصيف ما تبدا يجي تبعت حد من الصيانه يجي لك يظبط لك تكييفاتك، يغسل لك وحداتك، يظبط لك ثلاجاتك، يغسل لك السربنتينه بتاعتها والمش عارف ايه والكلام من ده، الجاستيك بتاعتها اللي هي اللي بيسموها اللي هو الفبر بتاع الباب دوت يتغير، كلام من ده. المطاط يعني اللي هو الجوان المطاط ده يتغير قبل ما تبدا زحمه الشغل عليك وقبل ما تعطل المعده منك ويبقى دخلنا في تكلفه اعلى. يبقى احنا ده اللي يخص المعدات نخلي بالنا منها، صيانه وقائيه، محافظه عليها، صيانتها، تغيير قطع الغيار اول باول. ما بلاش موضوع انك انت ايه مسكنات، لا دايما امشي في الحاجه حلها مظبوط. تمام. رابع حاجه الميثود اللي هي قلنا ايه؟ طريقه ادارتك للمكان. المدير ده هيدير الدنيا ازاي؟ المدير ده طريقته في الستايل بتاعه في الاداره ايه؟ هل هو زي ما قلنا قبل كده قلنا بيبل مانجر ولا قلنا بالانسد مانجر، مدير متوازن ولا مدير بيميل لناس اكتر ولا مدير تاسك مانجر؟ وقلنا افضل حد فيهم اللي هو المتوازن اللي هو يقدر يحكم الدنيا. الموظف يجيب له حقه، يجيب للشركه حقها، ياخد حق الشغل من الموظف وياخد حق الموظف من الشركه كده يعني. تحسس الناس ان هم دايما معاك، ان هم فريق عمل، تكون دايما داعم ليهم، تكون انت الانسبايرنج، انت الملهم للناس، انت اللي محافظ عليهم. وزي ما قلنا مش هنمشي نوزع شوكولاته طول الوقت، لا في حاجات لازم يكون فيها مع بعض ايد واحده او رجاله. الرجاله دي ما تنطبقش على صنف او جندر معين، لا احنا بنتكلم يعني ايه نكون كلنا ايد واحده، ستات وبنات زي اولاد كله زي بعضه يعني مهمين للتاسك بتاعنا اللي قدامنا، محتاجين حاطين قدام عينينا ومركزين عليه. ده المقصود يا جماعه. تمام. يعني النهارده نتكلم في هذا القدر، نكتفي بهذا القدر. الفور ام اللي قلنا عليهم يا جماعه اللي هي المان باور والماتيريالز والماشينز والميثود. ان شاء الله لنا فيديو تاني هنكمل فيه الموضوع ده، في نفس الموضوع ده، لان الموضوع ده قد كده مهم وقد كده هو بيحدد مسار الشغل بتاعنا. شكرا لكم ولتفاعلكم والناس اللي بتسال اسئله وبجاوب عليها. طبعا ما شاء الله القناه في ازدياد الحمد لله، فبدعمكم ان شاء الله نستمر. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وابعته لاصحابك. شكرا، مع السلامه، بالتوفيق يا رب.